السلام عليكم أصدقائي. اليوم راح أعمل بطاطا بالفرن بالحمض والثوم وزيت الزيتون. أنا قطعت البطاطا وعندي الدجاج غسلته بالخل والملح. هلأ بس راح أحط نص معلقة ملح هون ونص معلقة ملح هون. راح أفرك شوي البطاطا وراح أوزع الدجاج مبدئيا. وراح أحطه بالفرن. أول مرحلة راح نتركه ربع ساعة هيك. عندي ربع كوب مي راح أحطه وأحطه بالفرن بعد ربع ساعة. المرحلة الثانية أصدقائي، هلأ عندي معلقة ملح، عندي 3/4 الكوب عصير ليمون، نص كوب زيت زيتون، راس توم. راح أخلط. أصدقائي هلأ بعد مرور نص ساعة راح أخذ كل قطعة وأغطسها بالحمض وأرجعها على الفرن. راح أخذ كل قطعة وغطسها وأرجعها. أصدقائي هلأ بعد ما غطست كل قطعة راح أرجعها على الفرن. أصدقائي كمان هلأ راح أدهن الوجه كله بالحمض. وراح الحمض كله أوزعه على البطاطا. وراح أرجع أدخله بالفرن. وهيك أصدقائي صينية البطاطا بالحمض صارت جاهزة. والسلام عليكم.